في ظل صراعات جيوسياسية في المنطقة وعقب حملات عدائية من حلفاء الأعداء المتآمرين على الجزائر، غلق فوري للمجال الجوي على الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، ما يؤكد مرة أخرى عن مدى استعداد الجزائر للمواجهة إن لزم الأمر. وليعلم الصديق قبل العدو أن حماية الحدود ليس بالصعب على الجزائر، خصوصا مع امتلاكها لترسانة من الأسلحة، خاصة ما تعلق بمنظومة دفاع جوي عن الإقليم تعمل وفق استراتيجية مدروسة للمؤسسة العسكرية. منظومة آس 300 PMU-2 منظومة دفاع تتميز بالقدرة على حماية المواقع الاستراتيجية وتستطيع ضرب الأهداف من على بعد 200 كيلومتر. منظومات آس 400 ترايمف تمتاز عن سابقتها آس 300 بالقدرة على تدمير الأهداف من على بعد 400 كيلومتر واكتشافها من على بعد 600 كيلومتر. آس 150 منظومة دفاع جوي تستطيع هذه المنظومة إسقاط الأهداف من على بعد 180 إلى 300 كيلومتر حسب النسخ وعلى ارتفاع 40 مترا. بوليان المنظومة التي تعمل على ربط كل المنظومات الدفاعية. آس 125 نيفا بيتشورا هو صاروخ أرض جوي روسي الصنع يعمل جيدا ضد الأهداف التي تطير على علو منخفض ويصل مداه إلى 35 كيلومترا حسب نوع الصاروخ. البانتسير آس 1 تشغل الجزائر النسخة الجاموس التي تعمل برادار إيسا يبلغ مداه 80 كيلومترا وتستطيع منظومة البانتسير ضرب الأهداف من على بعد 20 كيلومترا. نظام سريع التنقل ويطلق صواريخ أرض-جو على علو منخفض وقصير المدى، تم تسميتها في حلف الناتو باسم سام 8 أو ساو آيت كيكو ويبلغ مداه حوالي 12 كيلومترا. لم تكتفي الجزائر بذلك في ظل التطورات الحاصلة، فها هي تسابق الزمن لدخول منظومات دفاع جديدة تتمثل في الأنتاي 2500 سترافق أرتال القوات البرية. تملك الجزائر 48 منظومة منها التور ألف 2 دون نسيان القوات الجوية الجزائرية التي تدعمت بأسراب من السخوي على شاكلة السخوي 30 مقاتلة متعددة المهام وتعد أحد أقوى المقاتلات في العالم، وهي من الجيل 4++. الميج 29 آم 2 آخر نسخة من الميج حيث دخلت الخدمة قبل 3 أشهر. السخوي 24 قاذفة استراتيجية وتعتبر كابوسا حقيقيا للدول المعادية بفضل طول المدى وارتفاعها الرهيب. الميج 29 تملك الجزائر منها عدة أسراب وتعد هي العمود الفقري لسلاح الجو. السخوي 57 من الجيل الخامس وهي الشبح التي اقتنتها الجزائر مؤخرا والمعروف عنها بقدرتها الرهيبة والمخيفة في تجاوز الرادارات بفضل بصمتها الحرارية الضئيلة. منظومة الدفاع الجوي عن الإقليم تجعل الجزائر ترسم طريقها لفرض منطق القوة بعد أن كثرت الحملات العدائية.